ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نشوف الطرف الثالث عند الشريك واخد طاقته ازاي، يعني ليه مخليه كده مركز معاه مهتم بيه. ما ننساش نتفاعل على الفيديو ونعمل فولو ونعمل كومنتات ب3 تمانيات. طيب انا شايفة هنا ان الطرف الثالث في طاقة الشريك اللي ظاهرة ان دي ممكن تكون زوجة اولى او انتي حد لسه داخل في العلاقة او كانوا منفصلين. فانا شايفة ان الطرف الثالث هنا حد قديم. شايفة ان الطرف الثالث هنا حد ماشي خطوة خطوة، مش بيستعجل خالص عكسكوا انتوا في العلاقة. شايفة ان الطرف الثالث هنا مع الشريك عنده نية ان هو يثبت نفسه ويبين ان هو افضل منكوا، وان هو مستقر، ان هو بتاع العمر، ان هو اللي باقي. حتى لو ده مش حقيقي، يعني انا شايفة ان طاقة الطرف الثالث هنا طاقة باردة بس مش مستمرة. ماشي. شايفة ان الطرف الثالث هنا مدي للشريك اهتمام برغم ان هو محتاج اهتمام، لان هو عارف ان الشخص ده بيجي بالاهتمام، وعارف ان الشخص ده عاطفي بزيادة، بيحب حتى المبادرة حتى لو هتكون بطريقة غلط. شايفة ان الطرف الثالث ده من النوع الفئات اللي بتحب تعيش على قفا غيرها، يعمل اي حاجة لمجرد انه يفضل موجود، لان هو محبوس ومربوط في قيود ان الطرف ده يبعد عنه. عنده شك في كل حاجة، عنده عدم ثقة بالنفس. فانا شايفة ان الطرف التالت هنا مؤثر على الشريك بطريقة قوية جدا، بس إذ فجأة هيحصل انهيار ما بينهم هما الاتنين. شايفة ان العلاقة دي هتبوظ، خطط الطرف التالت كلها هتتكسر فوق دماغه وهتنهار فوق دماغه. شايفة ان في حاجة هنا هتخلي الشريك يتصدم او يتفاجئ ويعرف الشخص ده على حقيقته في الخداع اللي بيحصل، ان الشخص ده بيوهم نفسه بحاجات اصلا مش موجودة، وان الطرف التالت ده اصلا بيلعب على الشريك العاب نفسية، انه يغيب، انه ما يظهرش، انه يبقى غامض. فانا شايفة ان الشخص اللي في حياتك دلوقتي او الشريك في العموم هيقطع الشك باليقين وهيشوف الحقيقة قدام عينيه. ما نحاولش نبذل مجهود علشان نثبت ان الطرف التالت وحش. شايفة ان هو هيبعد عن الطرف التالت ومش هيكون بعد مؤقت، انا شايفة ان البعد هيكون نهائي. شايفة هنا ان الطرف التالت بيلعب على الشريك بدور الشحاتة العاطفية، وانه حد ما عندوش ثقة في نفسه خالص، لكن الاسرار هتتكشف وطاقته هتتقلب عليه قريب.